من دون مقدمات، إن قلت لكم بأن دولة عربية ستبدأ في صناعة سيارة محلية سيكون هذا الأمر كافيا لأن نفتخر بهذا الإنجاز. فماذا لو كانت هناك أيضا سيارة ستكون عربية الصنع وتواكب متطلبات المستقبل بكونها صديقة للبيئة؟ نتحدث هنا عن إنتاج أول سيارة مغربية الصنع والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها شخص مغربي. فتم الكشف في حفل ترأسه العاهل المغربي محمد السادس بالقصر الملكي في الرباط عن سيارة مغربية الصنع من إنتاج شركة نيو موتورز، والتي قامت بإحداث وحدة لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير. يتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة. هذا الأمر لا يقتصر على صناعة أول سيارة مغربية صديقة للبيئة فقط، فمن المتوقع أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 15 مليون دولار مع إمكانية توفير 600 فرصة عمل. أما فيما يتعلق بالنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين فتم تصميمه بشراكة مع المكتب الإيطالي المتخصص في هياكل السيارات بيني نافارينا، وتم ابتكار التصميم الداخلي للمركبة بكفاءات مغربية. طبعا سيتم تزويد نموذج المركبة الصديقة للبيئة بالهيدروجين بواسطة خزان مركزي سيتم تعزيزه ب6 كبسولات قابلة للإزالة، وهذا طبعا سيسهل شحن الهيدروجين خلال دقائق فقط، علما بأن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية منحت المصادقة النهائية لهذه المركبة وأشرفت على إطلاق السلسلة الأولية للإنتاج. دعونا نعرف تفاصيل أكثر من الرباط. ينضم إلينا مدير موقع مدار 21 محمد بالقاسم. أهلا وسهلا بك معنا. أعلن المغرب عن إنتاج أول سيارة محلية الصنع ونموذج سيارة تعمل بالهيدروجين، وهو طبعا طورها مواطن مغربي. بداية، هل يمكن القول بأن المغرب دخل عالم المنافسة على إنتاج السيارات التي تعمل بالهيدروجين؟ مساء الخير سيدتي الكريمة، ومساء الخير لمشاهدي سكاي نيوز عربية. بالفعل نتحدث اليوم عن أن المغرب دخل مجال المنافسة الكبيرة في سوق كبير. اليوم نعلم أنه المغرب واحد من الدول يعني التي يتم تركيب فيها وتصنيع السيارات. خلال ال7 سنوات الماضية المغرب يعني دعم يعني سياسته فيما يخص تصنيع السيارات. نتحدث عن حوالي 83 مليار درهم مغربي، أي 8 مليارات تقريبا في السنة. وبالتالي نحن نتحدث عن استراتيجية مغربية يعني للتصنيع. ما تم الإعلان عنه أمس يعني من طرف الملك محمد السادس هو تتويج لمسار كبير يعني بدأه المغرب منذ مدة. نعم. طيب، تم التركيز على أن هذه السيارة تعمل بالهيدروجين. ما هي ميزات هذه السيارات التي تعمل بهذه الطريقة من الوقود البديل، وأيضا بما تختلف عن سيارات الوقود المعروفة والتي تسيطر على جزء كبير من سوق السيارات؟ الأكيد أن هناك تحولات دولية كبيرة في هذا المجال. نعلم أن هناك أزمة يعني يمكن أن تقع في أي وقت، هي أزمة المحروقات. نعلم كذلك أن هناك يعني المغرب نظم يعني مؤخرا يعني الكوب 22 فيما يخص يعني البيئة، المؤتمر الدولي للمناخ. نعلم أن هذه التحولات كلها يعني يجب أن ينخرط المغرب فيها، يعني تقليل استهلاك الوقود بالإضافة إلى التحديات المناخية. هذا سيجعل هذه السيارة ومثيلاتها اليوم التي توجد في الكثير من دول العالم، بالإضافة إلى أنه الاتحاد الأوروبي في القرارات الأخيرة يتجه نحو اعتماد هذه النوع من السيارات. فبالتالي يمكن أن يكون المغرب محطة من محطات الإنتاج الكبيرة يعني لهذا النوع من السيارات. نعلم اليوم أن المغرب تقريبا قدراته الإنتاجية فيما يخص السيارات بشكل عام تصل إلى حوالي 960 ألف. ينتج المغرب الآن سنويا حوالي 700 ألف سيارة يعني في يعني مصانع كل من طنجة والقنيطرة. واليوم ينضاف إلى هذين المصنعين مصنع الرباط. اليوم نتحدث كذلك عن السيارات يعني الصديقة للبيئة، السيارات الهيدروجينية. اليوم المغرب ينتج حوالي 50 ألف سيارة تقريبا
من السيارات الكهربائية. إذا ما أضفنا هذا العدد يمكن أن نتحدث عن استراتيجية جديدة صديقة، يعني هذه السيارة صديقة للبيئة، ويمكن أن تحد من الاستهلاك المفرط للوقود. نعم. طيب شركة نيو موتورز والتي صنعت هذه السيارة قامت بإنشاء وحدة صناعية جنوب الرباط. هل تتوقع بأن تنتشر هذه السيارة على الصعيد المحلي؟ البدايات التي تحدثت عنها يعني المعطيات التي تم كشفها أمس أمام الملك تتحدث عن وجود حوالي 27 ألف سيارة سيتم إنتاجها في هذه المحطة الأولية التي توجد في الرباط. استعمال هذه السيارة يمكن أن ينجح لسبب بسيط، هو أنه المغرب اليوم يتجه في استراتيجيته يعني الطاقية الجديدة إلى دعم وجود محطات للتزويد في جميع مناطق المغرب، وبالتالي نعم. الإنتاج عندما يعني نتحدث عن إنتاج محلي يعني صنع في المغرب، نتحدث عن وجود يعني التكلفة المنخفضة نسبيا، بالتالي وكذلك وجود محطات للتخزين، كلها مؤشرات يمكن أن تتجه في إنجاح هذا المشروع. بالإضافة كذلك إلى أن هذا النوع من السيارات سيكون مطلوب لدى شركاء المغرب، وهم بالدرجة الأساس الدول الأوروبية، فبالتالي أعتقد أن نجاح هذا المشروع يعني سيكون يعني أكيد بالنظر إلى ما توفر اليوم من معطيات. يحتاج طبعا هذا الأمر إلى نوع من الدعم ونوع من المواكبة ونوع من يعني التسويق الجيد، لكن أعتقد أن كل المؤشرات تؤكد أن هذا التوجه العالمي اليوم نحو يعني السيارات البديلة، نحو السيارات الهيدروجينية، يمكن أن يكون للمغرب موطئ قدم فيه. نعم. يعد هذا المشروع يعني نقلة نوعية بعملية التصنيع المغربية، وهو يعتمد أساسا على منظومة محلية لتجهيز السيارات. هل برأيك سيساهم هذا المشروع بتوفير فرص عمل كبيرة للشباب المغربي؟ الأكيد جدا، كما قلت لك في البداية، سوق السيارات اليوم في المغرب واحد من يعني هو المصدر رقم واحد في المغرب بحوالي 8 مليار دولار. يوفر اليوم من سنة 2014 إلى اليوم يعني وفر أزيد من 150 تقريبا منصب شغل. الأكيد أن مثل هذه الوحدات يمكن أن توفر مناصب شغل كبيرة جدا. نتحدث اليوم عن وحدة يعني ستنتج حوالي 27 ألف يعني سيارة، ستشغل حوالي 580 شخصا تقريبا في هذه الوحدة، وبالتالي يمكن يعني بالإضافة إلى الوحدة بشكل مباشر إلى قطاعات الغيار المرتبطة بها. نتحدث اليوم عن وجود حوالي 65% تقريبا من الإنتاج يتم في المغرب، وبالتالي كل هذه عوامل يمكن أن تساعد في توفير يعني فرص الشغل في المغرب. نعم. كل الشكر لك من الرباط، مدير موقع مدار 21 محمد بالقاسم.